يا جدعان زي ما احنا شايفين كده النسخة عربي. لو جينا نخش اي شات او كده هنلاقي الكلام كله عربي، والنسخة من بره عربي وكله، يعني النسخة كلها عربي. لو جينا ان احنا نجرب نخليها انجليش او حاجة، نخش على خيارات الام بي وبعد كده اعدادات اخرى، بعد كده نخش على اف ام مودز، وبعد كده هنجيب اللغة هي كده كده يعني موجودة انجليش. هنطلع بره ونبص هتلاقي برضو نفس الموضوع ان النسخة كده كده موجودة عربي. تمام. ما اتغيرتش، وده مش عيب في النسخة، ان هو في حاجة معينة كده لازم تتعمل الاول. طيب ازاي نحل الموضوع ده؟ احنا اول حاجة احنا المفروض نعملها ان احنا هندخل على الاعدادات من هنا كده، بعد كده هنجيب الدردشات، بعد كده هنضغط على نسخة احتياطية للدردشات ونسيبه لغاية ما يخلص. بعد ما نخلص هنرجع لورا ونخش على خيارات الام بي، وبعد كده هنجيب الكل سيم لجميع الوجهات دي، وبعدين هنخش على بيك اب اند ريستور، وبعدين هناخد نسخة احتياطية برضو من هنا، بعد كده هنسيبه يغطي. نطلع بقى بره ونخش على مدير الملفات. تمام. ونرستره كده، وبعد كده نطلع لفوق هنلاقي ملف اسمه اندرويد. هنخش على الاندرويد ده هتلاقي ملف تاني اسمه ميديا. تخش على الميديا وتطلع لفوق شوية وتجيب اسم النسخة اللي هي الام بي، تضغط عليها عادي وهتلاقي الملف ده موجود جواها. تضغط عليه ضغطة مطولة وبعدين هتاخده نسخ. هتطلع لبره وتجيب مثلا تحطه في اي مكان بقى، يعني مثلا نحطه هنا كده ونعمل لصق ونسيبه لغايه ما نخلص خالص. تطلع بقى بره يا باشا وتخش هنا تضغط ضغطه مطوله على النسخه من بره، وبعد كده تجيب مربع تطلع لفوق شويه، وبعد كده تجيب مسح البيانات وهتعمل مسح لجميع البيانات وتقول له موافق. وانت في نفس المكان هتجيب كلمه اذونات التطبيق وتجيب كل الاذونات وتدي للنسخه كل الصلاحيات. كده ادينا النسخه كل الاذونات بتاعتها. تمام. هنخش على مدير الملفات تاني وهنعمل ريستارت وكده. احنا الاول هنفتح النسخه. تمام. ركز في الخطوه اللي جايه دي اهم حاجه اصلا في الفيديو كله. الواجهه ديت حاول بقدر الامكان انت تحافظ عليها. هي كده كده انت اول ما بتيجي تفتح النسخه بتلاقيها جايبه لك عربي، يعني على حسب اللغه بتاعه الجهاز بتاعتك، بس في نسخ الواتساب وكده بتبقى معروف ان هي عربي. فانت محتاج ان انت تغير اللغه وتخليها انجليش. فانت بتطلع لفوق شويه كده، وبعد كده بتدور على الانجليزي فين وبتروح جاي ضاغط عليها كده، انت حولت اللغه انجليش خلاص. بعد كده بتضغط اجري عند كونتينيو وبتطلع بقى بره خالص كده، مهمه النسخه خلصت. تخش بقى تاني على مدير الملفات. شفت الملف اللي احنا لسه واخدينه كوبي؟ هندور عليه نشوف احنا كنا حاطينه فين. كنا حاطينه هنا. هنضغط عليه ضغطه مطوله وناخده نقل ونطلع بره ونخش تاني على اندرويد وميديا. بعد كده نطلع لفوق ونجيب ام بي واتساب ونعمل له لاسك هنا ونستنى لغايه ما يخلص. تطلع بقى بره تخش على النسخه وهتكتب رقمك، وبعد كده هتقول له نيكست وهتقول له التالي واوكي، وبعد كده هتقول له اللي احنا عايزين الكود يجي لنا عن طريق مسج. تمام. هنكتب الكود وصل دلوقتي. تمام. ركز بقى في الخطوه ديت. هو بيقول لك استعاده. احنا كل اللي احنا بنعمله ده احنا بنحاول نحافظ على الشتات بتاعتك بس مش اكتر، يعني الشتات بتاعتك عشان ما تروحش. هنعمل ريستور هيرجع لك كل الشتات اللي انت خدتها كوبي. تمام. تقول له سكيب وهتيجي هنا تروح جاي مسح الاسم وتقول له تنسل كل الحاجات دي تقول له اوكي. وزي ما انت شايف كده النسخة كلها قلبت انجليش. تمام. فكله بقى تمام في النسخة دلوقتي خلاص. تمام. لو جيت كده تكلم اي حد تخش شات اي حد وكده، تبعت اي مسج كده، هتبص هتلاقي حتى الشات من جوه انجليش وكله تمام. تخش تاني بقى على النسخة، فكك من كل المسجات دي. طبعا كل حاجة ظهرت في النسخة اهيت، وكل حاجة بقت تمام، والنسخة فتحت وبقت كلها انجليش والدنيا بقت فيها زي الفل. وبس كده يا صاحبي نكون خلصنا فيديو النهاردة. سلام.